هاي مكافأة الزوج لزوجته نهاية رمضان، اللي هو حق الملح اللي انا قلت لك عليه. وبتقولي كمان وانت ليكي حقين، حق الولادة وحق رمضان وحق العيد، ولازم تكون دهب. بصي للأمانة انا خدت حق الولادة خلاص تمام، ناقصني كده حق رمضان، وحق رمضان ده دهب، وحق العيد، حق العيد ده فلوس ولبس، اللي هو لبس العيد وفلوس يعني العيدية. دهب بس تاني ده فلوس ولبس. مش نفس الحاجة. بالظبط. وعربية ما فيش عربية؟ لا العربية مثلا طيران؟ لا العربية شوف لها حق تاني هاخده منك برضه، ما تقلقش جاي قدام. تمام، فانا كده ليا في ذمتك حقين، خدت واحد بقيلي 2 رمضان وكده. امتى بقى الدهب بتاع رمضان جاي، وامتى الفلوس يوم العيد، ممكن استنى يوم تمام. بجد ها بجد شو صعبة جدا كده، كل انا شوية صعبة؟ كل شوية حاجة. انت اخترت تتجوز مصرية، والعربيات كده كمان كلهم، احنا كده عربيات في الشارع نتقل بالذهب، احنا كده مش اي حد يتجوزنا، لازم تشخلل عشان تعدي. كل شوية لازم كوسة صح؟ لا مش كوسه، دي اسمها شخلله. الكوسه دي يعني واسطه، انت مش محتاج واسطه عشان تتجوزني، احنا متواضعين اكتر من كده يعني، مش محتاج تتكلم عن الصراحة اتفضل. ايوه اتفضل واحدة تاني. اوكي استنى واحده حق رمضان، واحده العيد صح، واحده رمضان. اتفضل واحدة تاني زيادة. شكرا مبسوطة؟ شكرا. ناخد المحفظه برضو احتياطي عشان لو حاجه عجزت معايا. انت عايز برضه فلوس؟ شكرا. يلا. ايوه طبعا بتدي له عيديه، وكمان احنا بندي للاطفال. شكرا حبيبي، شكرا يلا مع السلامه.